الراجل فرصه لاستعاده ثقه، فرصه لرفع المعنويات، فرصه لاستعاده مكانه الغائب بعد فتره، انما رفض كل هذا وذاك احمد عادل. ادي احمد الكاس وحوار على دكه بدلاء طلائع الجيش. يوسف عبد الرحيم طويله، ادي سامح يوسف اللي لسه نازل، واقف على كورته سامح يلعبها ارضيه، ارضيه ياخد على طول احمد ابو مصطفى لطلائع الجيش. طويله بابا اركو، يوسف عبد الرحيم خلصها بابا اركو، فاول عليه. ادي طه بصري، جده حسام عبد العالي يقطعها، هاتوا خد في مساحه ضيقه، جده ياخد ركنيه، ياخد محمد جده الركنيه. استنفذ نادي الاتحاد السكندري تبديلاته باشتراك خميس جعفر وجده وسامح يوسف. وقع لاعب من فريق طلائع حسن عوض. والله حضراتكم خميس جعفر اشترك مكان حسين فهمي، وجده مكان محمد عبد الستار مع بدايه الشوط الثاني. واخر التبديلات كان سامح يوسف بدلا من رضا متولي. تبديلين في صفوف طلائع الجيش، خرج للاصابه محمود عبد الحميد ولعب مكانه يحيى ابو شعيشع، وكان خرج سامح العيدروسي ولعب مكانه احمد عمر. دي الاعاده للركنيه اللي واخدها نادي الاتحاد. فيخرج حسن عوض للعلاج بره الملعب، وركنيه لنادي الاتحاد السكندري. مش عارف بره الخطوط في حوار كده بالجهاز الفني، ومحمود شاكر لاعب الاتحاد موجود بره الملعب. وادي العرضيه وضربه الراس، احمد زغلول. تسلم راسك يا زغلول. دقيقه 36 اعتلى فوق الجميع، ضربه الراس، البند في الارض، سجلت الشباك، يتقدم نادي الاتحاد. تعلو الاعلام الخضراء استاد اسكندريه في الدقيقه 36، عرضيه ركنيه داخل الشباك الراسيه، تقدم نادي الاتحاد السكندري بهدف براس احمد زغلول. هدفه الثاني هذا الموسم، الاول في مرمى الاتصالات، وها هو هدفه الثاني في مرمى طلائع الجيش. ما شاء الله عليك يا ابني الشيخ احمد زغلول، بركاتك يا ابو حميد داخل الشباك، ثبت الجميع. تقدم نادي الاتحاد في الدقيقه 36 براس مين بقى؟ راس احمد زغلول. ادي العرضيه لطلائع الجيش، التغطيه من احمد عادل. 1-0 النتيجه.